كان شي اغنيه زوينه شي شويه، ها لما يطلعوا الاخوان ديالنا. اييه تقول لي لما يطلعوا الاخوان المره طالعين انت كتقول لي باقي ما طلعت حتى واحد ما عارف تقول لي غني. لا ها الماء والخضره. السلام عليكم والوجه الحسن. السلام عليكم ورحمه الله. جمعه مباركه، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المغاربه فيما كانوا، سواء في المغرب ولا برا المغرب ولا اللي في ميريكان ولا درنا لكم اليوم واحد اطلاله غتكون خفيفه ان شاء الله باش نهضروا شويه على الماتش ديال المغرب مع اسكتلندا. ان شاء الله يكون اليوم. احنا عندنا الاستوديو و السي عبد الدين تا هو عندهم هذاك البرنامج ديالهم تا هما غيهضروا على الماتش ان شاء الله من بعد. دونك حنا نتلاقاو ان شاء الله في الاستوديو مع 11:30 توقيت ديال الدوحه قطر، اللي هو 9:30 توقيت المغرب. الماتش مع 11 بليتو عندنا واحد الساعه ونص، ولكن دابا نهضروا شويه على الماتش. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. تحيه للجميع ان شاء الله، مربوحه ان شاء الله اليوم. تفضل سي بدر الدين. مساء الخير عليكم جميعا وجمعه مباركه، وان شاء الله الانوار ديالها تبقى ساطعه. كنتكلم معكم من هنا من الدوحه على ارتفاع ما عرفت شحال، الله اعلم اخويا، 32 طابق، وما عرفتش عاوتاني شحال بعاد علينا، شحال بعيد علينا بوسطن، لكن قلوبنا هناك، اجسادنا موجوده في الدوحه، اجساد الملايين من المغاربه موجوده في المغرب وماشي في المغرب، لكن قلوبنا كلها مع الفريق الوطني بالدعوات. وان شاء الله اليوم غادي غندشنوا المسار بتحقيق اول انتصار بمشيئه الله. وهو اجمل قرار يمكن ناخذوه هو اننا نربحوا هذه المباراه بالذات، لان غنربحوها نوصلوا ان شاء الله النقطه الرابعه، وانذاك غادي نوليو نطلعوا الى اننا نكونوا في صداره هذه المجموعه شكون، لان هذا هو الرهان، اننا نكونوا ان شاء الله في صداره هذه المجموعه الثالثه، لانه مهيئ لنا على الاقل في الدور الاقصائي التالي مقابله غتكون قويه جدا ما بين المجموعه اللي كتواجد فيها هولندا وكتواجد فيها اليابان كتواجد فيها تونس. لكن شوف حنا ستيب باي ستيب، بحال نقولوا خطوه بخطوه. المهم تبدا اليوم بمباراه اسكتلندا، نربحوا هذا الجيش الطرطان ومن بعد يكون خير ان شاء الله. ان شاء الله خير. طبعا انا تنقول ديما ماشي المباراه اللي المهمه الاولى، المباراه الثانيه اللي هي الاهم. علاش؟ لحقاش المباراه الثانيه هي اللي تيكون فيها عندك سواء الماتش الاول واخا تخصص تكون عندك الفرصه الثانيه تعويض. يعني الماتش الثاني خصك ضروري تربح فيه صحيح او تعادل، المهم على حساب الماتش الاول اللي درتي. وان شاء الله اليوم تنظن انا متفائل، دائما متفائل الحمد لله، متفائلين بالفريق الوطني ديالنا، متفائلين بهذاك الشيء اللي شفناه في الماتش الاول ضد البرازيل. المنافس مغاير عن المنتخب البرازيلي. دونك فريق اسكتلندا شفناه وشاهدناه ولعبنا ضده، واخر مباراه كانت ليهم هما نيت في كاس العالم هي ضد العقاش من 98 ما تاهلوش كاس العالم، تجاوبوا مع هايتي، تجاوبوا من هايتي نعم. فريق اللي تعتمد اول شيء على ديك القوه البدنيه. صحيح. انا تيفكروني في الكره الانجليزيه في الثمانينات والتسعينات، باقي عندهم هذاك اللعب الطويل وتيقلبوا على الكره الثانيه دوزيام بالون يربحوها، وعندهم الدفاع البدني وهذيك الثنائي عزيز عليهم الالتحامات. دونك حنا خصنا نكونوا اذكياء، ما ندخلوش معاهم في هذاك الشيء ديالهم ديال الالتحامات، الا دخلنا معاهم في الالتحامات غيربحونا. هما صحاح وطوال مي تقال. دونك حنا شنو الحاجه المزيانه عندنا؟ حنا اوني تكنيكمون مزيانين وخفاف ورابيد. دونك السرعه مزيانه، السرعه مطلوبه، ماشي التسرع، السرعه في التمرير، السرعه باش نشدوا الكره وباش نخلقوا المساحات. عندهم ديفونس ثقيله تفرج فيهم، عندهم بزاف ثقال بزاف، خصوصا لاكس اللي عندهم تما اللي غيكون سايباري ولا ابراهيم منين يدخل ولا الخنوس ولا واحد من ميليو تيران ان شاء الله اللي غيلعب. دونك نبقاو في هذاك الشيء اللي ديالنا حنا. دونك ما نحاولوش نتبعوهم في هذاك لو ريتم ديالهم، وان شاء الله كيما نقولوا ديما لي زوكازيون خصنا نسجلوا. من اقل فرصه سجلنا في بدايه الماتش، ان شاء الله غادي يسهلوا علينا الماتش بزاف، ونحتاطوا من الكرات ديالهم اللي هما خاطئين في الكرات العاليه. دونك ما نعطيهمش هذيك الفرصه باش ياخذوا الدوزيام بالون، ونيفيتيو كاع لي كورنير ولي كوفرون اللي تيكونوا قراب، لحقاش هذه هي الخطوره ديالهم. اتفق معك. شوف هو لابد اننا نجزموا على انه غادي نلعبوا مباراه مختلفه تماما عن المباراه اللي لعبناها مع البرازيل.
اوكي. مباراه البرازيل هي مباراه المنافسه على الاستحواذ، وايضا على بناء التحولات السريعه. ولله الحمد يعني بالرغم ان المباراه من البرازيل خرجت متعادله، لكن حنا كنا الاقوى في هذا المجال، كنا جيدين على مستوى الاستحواذ، كنا جيدين ايضا ملي كيتعلق الامر اننا نلعبوا بالبلوك با او بلوك ميديان، وكنا جيدين ايضا عندما نستحوذ، كنكونوا مستحوذ عندنا الاستحواذ الايجابي. على كل حال داكشي باش كنقول المباراه مختلفه. مباراه اسكتلندا مباراه مفتاحيه بحال اللي ذكرتها يوسف، لكن كل واحد غيحاول يلعب كورته اللي تعرف. المنتخب الاسكتلندي ما يمكنلوش يلعب الكره ديال الاستحواذ والكره ديال ما يسمى بالتيكي تاكا، عمليه التنقل ديال الكره بسرعه ما بين الاطراف وما بين وسط الميدان، وحنا ما غنعرفوش نلعبوا الكرات الطويله والاعتماد على الالتحامات الهوائيه. غادي يبغيو يجرونا بحال اللي ذكرتي انت لهذيك الكره القدم اللي كيتقنوها، لكن حنا اللي خصنا ايضا نجروهم الكره اللي كنتقنوها، وهو ما غنقولش الكره الاستعراضيه، ولكن الكره الجميله المبنيه على التحولات، المبنيه على الكره السريعه. وكنعتقد عندنا ما شاء الله من الوسائل واي حي من اللاعبين اللي يمكن لهم يحسموا كثير من الفترات ديال المباريات. واحد القضيه اللي لاحظتها انايا خصنا نتحسنوا فيها غدا ان شاء الله، باش اللاعبين كاينين لاعبين اللي ظهروا بمستوى كبير، وكاين بعض اللاعبين اللي عندهم ما يقدموا اكثر، ان شاء الله نكونوا له في المستوى، خصوصا وناحي لان مباراه وناحي اليوم. وحكيمي قدم كذلك يعني مباراه مزيانه على المستوى الهجومي، لكن خصنا حتى دفاعيا يكون واحد التوازن، يعني ما نعطيهمش فرصه، ما نعطيهمش مساحات بين يخلقوا لنا شي متاعب. هما اكيد هذه 100% هما غيرجعوا اللور وغادي يبقاو يلعبوا على لي كونتر، هذه 100%. هذا هو الاسلوب اللي غيديروه. والكرات الطويلات والدوزيام بالون، وكما قلت لك دائما يدخلوا في الالتحامات، حنا ما خليهمش يدخلوا لنا، ما ندخلوش معاهم في هذوك الالتحامات ديالهم، ونحاولوا ما امكن الجناب. هذا هو الحل، تيلعبوا ب 4-4-2، بعد ما حتى تيوليو 4-5-1 تيعمروا كثر وسط التيران. دونك حنا هذا الحل ديالنا الوحيد هما لي كوتي، وعندنا دراري تبارك الله مزيانين في لي كوتي، خصوصا حكيمي ولا حتى المزراوي. ملي تيطلعوا تيدخل خنوس، تيدخل ابراهيم، تيزيد مع منوناحي مع صيباري، تولوا عندنا 5 لعابه. دونك تسديد نجيرو نشوتو من البعيد مزيان، ونحاولوا ما امكن هذيك لي زين دو هذيك مع متقال، نحاولوا نقلبوا على لي زين دو وسط من العمق، اولا حتى لي سونتر يكونوا في الارض بعض الاحيان. وان شاء الله كما قلت انا متفائل بزاف، ان شاء الله يكون الخير. عندنا لعابه ماشي على 11 اللي تنهضر عليهم ديما، عندنا حنا جروب فيه 26 لاعب، طبعا كلهم مهمين ولا واحد، كل واحد تيتسنى الدور ديالو، وممكن اليوم يكون كاع الحل ان شاء الله من اللاعبين ديال اللي يكونوا في لي رومبلاسون. يعني ممكن واحد رومبلاسون يدخل يدير لك ان كون ماتش، يدير قلب لك الماتش كامل. يوسف، احنا امام كتاب مفتوح كاس العالم. انت شاهدتي المباراه الامس ديال سويسرا مع البوسنه والهرزيك، مباراه حسموها البدلاء. 3 ديال الاهداف من ال4 اللي سجلت سويسرا سجلهم لاعبين البدلاء، كانوا على الدكه ديال الاحتياط. فبالتالي اليوم انت الا كنتي محتاج الى انك تمشي بعيد، وهذا هو الهدف اللي حنا مشينا له من اجل هذا المونديال، اننا نمشيو الى ابعد مدى، يا اما نعادلوا ان شاء الله الانجاز اللي حقنا في قطر، ونمشيو ابعد. الحمد لله تفاءلوا خيرا تجدوه. لكن القوه ديال اي فريق يمشي بعيد هو في الاساسيين وفي البدلاء على حد سواء. فبالتالي ممكن اننا نحركوا الاوراق. وانت لاحظتيها اننا في المباراه ديال البرازيل واحد الوقت خاصه مع بدايه الجوله الاولى كان الضغط اصبح للمنتخب البرازيلي، اصبح عندهم الاستحواذ، وكاننا حنا رضينا اننا نلعبوا بكتله منخفضه. لكن مع دخول اللاعبين البدلاء والتغييرات اللي عمل الناخب الوطني عاوتاني استرجعنا المباراه، لان كان لاعبين عندهم الطراوه البدنيه وعندهم ايضا القدره على ان يحسموا الكثير من المواقف. انا استمعت كثير للندوه الصحفيه سواء اللي عملها وهبي او اللي عملها كلارك المدرب ديال اسكتلندا. وهبي قال على اننا قدمنا مؤشرات اولى،
لكن باقي اشياء كثيره يجب ان نقوم بها، وعندنا الامكانيه باش نقوم بها، بمعنى انه يراهن على ان الفريق الوطني قدم مستوى افضل من اللي قدمه امام البرازيل، ولا قدم الفريق الوطني مستوى افضل من البرازيل دفاعيا وهجوميا في عمليه التحكم في المفاتيح المباراه، نكونوا متيقنين على اننا ان شاء الله غنربحوا بعون الله وتوفيقه. ايضا المدرب الاسكتلندي قال على انه اللي خصنا، وهذا الشيء تاكيدا لما قلتيه انت يوسف واللي ما قلته انا ايضا، هو انه قال لهم يجب ان نتفادى اننا نمشيو نلعبوا الكره اللي كتقنع المغرب. المغرب الان يعتبر من المنتخبات الكبيره في العالم، منتخب كي يعشق الاستحواذ، كيعشق التحولات، لكن ايضا منتخب صبور، كيمكن لك الا فرضتي عليه يلعب بالبلوك النازل كيكون عنده داك الصبر. ماشي هذه ما عطياش للمنتخبات، وانا هادشي علاش كنا كنشيدوا بسي محمد وهبي عنده القدره على انه يتحكم هو بنفسه في فترات المباراه. وهنا كيكون دور كتذكر يوسف، دور المدرب كيكون كبير جدا في الكوتشين، بمعنى انه باش يمشي المباراه بالطريقه اللي كتناسب الفريق ديالو. كل ما هربت علينا المباراه خص يحاول السي وهبي يرجعها. وحنا ما غاديش نقولوا كيفاش يلعب، لان المدرب راه طبعا اش يدير وعنده الدراري ديالو، والدراري عارفين اش غيديروا. حنا ان شاء الله عطينا واحد الجزء صغير ان شاء الله. غيكون عندنا موعد اخر بعد المباراه، غيكون شويه طويل باش نتهضروا على المباراه كيفاش دازت وكيفاش داز هذاك الشيء. دونك لا ربما واحد الحاجه اللي بقات بحال اللي تنقولوا انه هناك من الناس اللي كيمشيو يتذكروا المباراه اللي لعبتي انت يوسف قبل 28 سنه، لما سئل لاعب قال له واش نتوما غتدخلوا لهذه المباراه بنيه الثأر من هذيك الهزيمه ديال 3-0؟ قال لهم هذاك الوقت كان عندي 4 سنين، انا ما كنتذكر كاع شكون اللي لعب. فبالتالي لا قياس مع وجود الفريق ابدا. الزمان ماشي هو الزمان، المكان ماشي هو المكان، ايضا الجيل اللاعبين ماشي هو جيل اللاعبين، لكن عندنا ايماننا كبير انه فريقنا الوطني كيملك من العناصر ومن المرجعيه وايضا من الاراده الجماعيه ما يؤهله ان شاء الله لكي يكون متالقا في هذه المباراه. بقى شيء واحد بالنسبه لك انت يوسف، واش كتعتقد ان السي محمد وهبي غيدفع مع بدايه المباراه بنفس التشكيل اللي لعب به المباراه امام البرازيل؟ 99%